تلقى محمد مجدي قفشه نجم النادي الأهلي عروضا من عدة أندية داخل الدوري المصري تمهيدا للانتقال إليها في الفترة الحالية. وبدأ قفشه دراسة العروض المتعددة التي تلقاها من أندية الدوري المحلي في محاولة لاختيار الوجه الأنسب له حال اتخاذ قرار الرحيل عن الأهلي. ويرتبط قفشه بعقد مع النادي الأهلي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادي خلال يناير المقبل في ظل ترقب كبير لمستقبله داخل الأهلي. كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن حجم إصابة اللاعب محمود حسن تريزيجيه خلال مواجهة المنتخب الوطني مع بنين. وأكد أبو العلا في تصريحاته أن الأشعة أثبتت إصابة تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل، مشيرا إلى أن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي من أجل إمكانية اللحاق بالمباريات المقبلة في البطولة. محمد حمدي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بنين بدور ال16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية. محمد حمدي هيسافر لألمانيا خلال الأيام المقبلة للخضوع للعلاج تحت إشراف طبي متخصص، متمنين له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب. بعد تخطي عقبة بنين، يضرب منتخب مصر موعدا جديدا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أفريقيا، وينتظر المنتخب الوطني الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو. وتقام مباراة منتخب مصر في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة أغادير في مواجهة لا تقبل الاسم على 2 مع اقتراب البطولة من مراحل الحسم. كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رفض عدد من لاعبي النادي الأهلي فكرة استخدامهم ضمن صفقات تبادلية خلال الفترة الجارية. وأوضح شوبير خلال تصريحاته أن إدارة الأهلي تسعى إلى إدراج أسماء مثل محمد مجدي قفشه وأحمد عبد القادر وعمر كمال عبد الواحد ومصطفى العش ضمن صفقات تبادلية مع بعض الأندية، إلا أن اللاعبين رفضوا هذا المبدأ. وأشار إلى أن رغبة هؤلاء اللاعبين تتخلص في الاستمرار مع الأهلي أولا، وفي حالة الرحيل فإنهم يفضلون أن يتم ذلك عبر انتقال مباشر وليس ضمن صفقات تبادلية قد تقلل من قيمة انتقالهم أو وضعهم التعاقدي. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.